اهلا في كوره يونايتد. اسمي محمد ناجي، وده عاشر موسم فانتزي ليا. الفيديو ده هوريكم نقط الفريق بتاعي، بس الاول عايزين نشوف ايه الدروس المستفاده وايه اللي اتعلمناه من الماتشات اللي اتلعبت في الاسبوع الاول كمديرين لفرق فانتزي. ماتش مانشستر يونايتد وفولهام، شفنا مانشستر يونايتد بيدافع بشكل قوي جدا. هو الفريق تكتيكي جدا من الموسم اللي فات، اداؤه التكتيكي قوي جدا، كسب حتى مانشستر سيتي الموسم اللي فات بشكل تكتيكي قوي جدا. وممكن الموسم ده كمان يبقوا بنفس الطريقة ويدافعوا كويس جدا. لفت نظري مزراوي بسعر 4.5، ممكن يكون اكتر مدافع بسعر 4.5 هيعمل كلين شيت السنة دي، وهو كمان ملقاط للبونص لانه بيعمل تاكلين كتير جدا وريكفري كتير جدا. مدافع كويس لمانشستر يونايتد. فولهام ما كانوش احسن حاجة، مانشستر يونايتد كان قوي جدا، انما برضو فريق منظم، ومونيز سدد تسديدتين ما وصلوش حتى لحد الجون، يعني اتعمل لهم بلوك من المدافعين. بريرا ضيع، سميث روي كان وحش، ما عملش ولا كي باس ولا عمل مراوغات ولا عمل، يعني ما كانش ليه تأثير ايجابي لسه. ممكن ما خدش على الفريق قوي، لكن قدام ممكن يبقى احسن. لاحظنا كمان لينو ممكن في التوب فورم الموسم ده مع فولهام، ومدافعين فولهام ممكن يكون الفريق هيدافع كويس جدا السنة دي. استون فيلا ويست هام، روجرز لعب ال90 دقيقة. شفنا بايلي في الفورمة، شفنا دفاع استون فيلا زي السنة اللي فاتت برضو مش منظم، في شيء من عدم التنظيم، مش دفاع مش قوي. ويست هام يونايتد، شفنا سوسيش في مكان متقدم جدا ورا المهاجم على طول. من اكتر اللعيبة اللي سددوا في الجولة الاولى على المرمى، وسدد 3 مرات، حتى عمل الاسيست، خد ضربة جزاء اللي سجلها باكوتا. وفريق منظم وقوي جدا برضو ويست هام يونايتد. نوتنجهام فورست وبورنموث، شفنا جيبس وايت برضو لسه اداؤه يعني مش في الفورمة، لسه ما وصلش احسن فورمة. لكن كريس وود في الفورمة. فريق برضو منظم وبيدافع كويس. عجبني نيكو ويليامز، لفت نظري، مستعد دايما ان هو يأتاك ويعمل كي باسس وكروسات. في بورنموث برضو لسه النجوم بتوع الفريق ما وصلوش احسن فورمة ليهم. سيمينيو هو سجل الجون، بيلعب راس حربة ومشتري مهاجم، اعتقد هيرجع يلعب جناح يمين تاني. نيوكاسل وساوث هامبتون، المفاجأة ان ساوث هامبتون كان فريق منظم جدا ومن احسن الفرق اللي بتدافع، ما سمحوش لنيوكاسل بفرص خطيرة طول التسعين. مش بس علشان كان نيوكاسل مطرود منهم واحد، انما ساوث هامبتون كمان واضح ان هم منظمين ويقدروا ان هم يحققوا نتائج ايجابية في الدوري السنة دي. يعني ما تستهونش بماتش بتاع ساوث هامبتون ده ان هو فريق من الشامبيونشيب وتبقى بتراهن عليه دايما، لا، فريق منظم. ايفرتون وبرايتون، ايفرتون كان مطرود منهم اشلي يونج، وبرايتون كسب 3 وكان ادائهم عالي قوي. معرفش هل ده سببه الطرد بتاع ايفرتون، انما برايتون لعبوا كورة حلوة جدا وكورة جريئة جدا. مينتا مبهر جدا ودريبلر هايل، هو عمل اسيست الاولاني ميتوما زي سوشيك، من اكتر اللعيبة اللي سددوا في الجولة الاولى، مسدد 4 مرات وسجل هدف، وكان هايبر جدا والكتريك جدا وفي التوب فورم. ميتوما ماتشاتهم الجاية برايتون يعني صعبة شوية، انما في الفورمة ويلبك هيبقى المهاجم اللي ليه تأثير كبير جدا مع برايتون. جواو بيدرو اتصاب في اخر الماتش خالص، هنعرف يوم الجمعة اخباره ايه، انما اداؤه برضو حلو جدا وعملوا كلين شيت برايتون. لكن مش عايز استعجل بالحكم على الدفاع بتاعهم، لان ايفرتون برضو كان مطرود منهم واحد. ارسنال طبعا كالعادة اقوى دفاع في الدوري وتاني اقوى فريق في الدوري، عمل كلين شيت الجولة الاولى دي. لاحظ حصل 6 كلين شيت على غير المتوقع تماما. برضو مش ريفرنس نحكم بيه، لكن اسباب زي اللي بقولها. مانشستر يونايتد مثلا كان قوي تكتيكيا، نيوكاسل اتطرد منهم واحد وقعدوا يقفلوا ودافعوا كويس جدا بالعشر لعيبة. ايفرتون كان مطرود منهم واحد، فبرايتون عمل كلين شيت، ممكن يكون ده سبب ساهم في كده. ارسنال اقوى دفاع في الدوري، وولفرهامبتون عملوا فرص قليلة جدا، هم الثلاث صدات اللي صدهم رايا. ساكا جون واسيست، وكاي هافرتز جون واسيست. ساكا السنة دي انا بتوقع له ان هو يعدي 20 جون في الدوري الانجليزي. اسهاماته الهجومية مع ارسنال هتبقى كتير جدا. وولفرهامبتون لعبوا 5-3-2، وبعد ما مشي نيتو وكونها مش موجود مصاب، برضو الفريق لسه مش في التوب فورم. كلين شيت تاني عملوا ليفربول،
برضو بأعجوبة شوية في الشوط الأول. إبسويتش تاون ضيعوا فرص كتير، مش كتير إنما كان في فرص حقيقية صدها أليسون وضيعوها مهاجمين إبسويتش يعني بعدم كفاءة. صلاح في التوب فورم وكالعادة برضو مش عايز أقول توب فورم بتاع صلاح، هو دي الفورم بتاعته الحقيقة كل موسم. انما جوتا كمان واضح ان هو هيبقى المهاجم بتاع الفريق باللي انا شفته وعمله في الماتش وادائه والبداية الكويسة اللي ابتداها الفريق. هيكمل دياز وجوتا وصلاح هيكملوا شوية، يبقى جوتا هو المهاجم الاساسي بتاع الفريق. جاكبو نزل في اخر الماتش، يعني جوتا لو بسعر 7.5 ويلعب 70 دقيقة او اكتر كل ماتش كويس جدا الصراحة، تقدر تعتمد عليه وبدل من صلاح وتبدل يعني تستفيد بالفرق. الكسندر ارنولد كمان فورمته ملفتة للنظر جدا، عمل كي باسس كتير وده خليته ان هو ياخد بونص، نقطتين بونص. كوينسا طبعا احنا قلت في الفيديو اللي فات اللي حصل معاه ماتش مانشستر سيتي وتشيلسي. جوارديولا السنة دي شكله هيعمل اداء تكتيكي عالي جدا 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 كل ماتش، وهيمتعنا باداء تكتيكي عالي جدا. بيلخبط شوية كروت السنة دي، ان برناردو مثلا لعب 90 دقيقة في نص الملعب، دي بروين كان ناحية الشمال اغلب فترات الماتش، سافيو ودوكو بدلوا يمين وشمال مرة برضو كده في نص الماتش. انما هالاند فورمة عالية جدا جدا، واضح ان هو برضو ممكن بياخد الجولدن بوت السنة دي، هيسجل اهداف كتير. وحالته البدنية على لسانه هو ان هو في احسن حالاته البدنية السنة دي، مش حاسس باي وجع من الاصابة اللي كانت موجودة عنده السنتين اللي فاتوا. وعلى لسانه هو انا سمعته بيقول ان هو حاسس ان هو في احسن حالة بدنية يعني على مر كام سنة اللي فاتوا. فهالاند في الفورمة. دفاع السيتي برضو قوي جدا، المدافعين كانوا عاملين اداء قوي جدا، والتكتيك بتاع جوارديولا طبعا عارفينه. اعتقد السيتي هيرجع يعمل كلين شيت السنة دي. جوارديولا ما كانش بيتقدم كتير قوي زي ما كان بيحصل في اخر الموسم اللي فات، كان بيلعب شوية ليفت في سنتر باك، وكان ريكو لويز هو اللي بيخش شوية في نص الملعب. انما يعني برضو مش هنحكم على التمركز بتاعه من اول ماتش برينتفورد وكريستال بالاس. برينتفورد كسب يعني بشكل مفاجئ شوية، خطف كريستال بالاس برضو ضيع كور والحكم ظلم ايزي في جون. ايزي ما جابش نقط بس ما تستعجلش عليه، فورمته هايلة جدا جدا جدا، واعتقد هيجيب نقط كتير الماتشات الجاية. سدد هو الكورة الفاول دي حلو جدا من بعيد ومن زاوية صعبة جدا، ومحدش يتوقع ان هو يسددها على الجون على طول، سجلها والحكم يعني لغاها للأسف. والحكم قال لإيزي بعد الماتش ان هو غلطان في ان هو يعني ما سمحش ان الجون ده يتحسب، فلو كان الجون ده اتحسب كان ايزي جاب نقط كتير. عجبني كمان مونيز، وما لاحظت حاجة مهمة جدا في ماتش كريستال بالاس ده لسبب غير معروف، ان ايزي ما لعبش ولا كورنر. جالهم 4 كورنرات تقريبا، 2 من ناحية اليمين و2 من ناحية الشمال. من ناحية الشمال بيلعبها مونوس حط تحتها خطين، لعب كورنرين، والناحية اليمين لعبها برجليه الشمال اللي في نص الملعب بوارتون، لعبها برجليه الشمال من ناحية اليمين، ومونوس لعب الكورنرين برجليه اليمين من ناحية اليمين، وعمل لهم برضو ديليفري حلو، بيرفع كورنرات حلوة. دي ملاحظات كريستال بالاس. برينتفورد كان برضو هايل ولعبوا بأداء هايل جدا، لو استمروا عليه الأسابيع الجاية يقدروا يبقى شكلهم أحسن السنة دي. السنة اللي فاتت كانوا يعني ترتيبهم 14 أو حاجة كده، يقدروا السنة دي يبقوا في التوب 10 لو استمروا بالأداء ده. بويمو فورمة، ويزا بسعر 6 مهاجم برضو فورمة جدا. المهاجم ده على فكرة فينيشر كويس، يعني هو بيتوفر له فرص قليلة في الماتش انما فينيشر كويس، بيعرف ينهي الفرص ويتصرف في الكرة كويس في لحظة انهاء الهجمة. ليستر سيتي وسبيرز كان يعني الملاحظات اللي هي المهمة جدا ان بورو كان بيتواجد في اماكن يعني طول الماتش، شايف انا في الصندوق وحوالين الصندوق، سجل بدماغه من نقطة الجزاء من اسيست ماديسون، يستاهل سعر 5.5، مهم يبقى عندك في الفريق. فاردي انا شفت كوبر المدرب بيقول ان هم يعني هو كويس، هيعتمد على فاردي السنة دي، انما محتاجين برضو يشتروا مهاجم، فما تستعجلش وتجيب فاردي. هو ما اعتقد ان هو مش هيبقى اساسي، هو حتى في الشامبيونشيب السنة اللي فاتت ما كانش اساسي مع الفريق.
سون بعيد عن الفورمة لسه ما وصلهاش، ما تستعجلش برضو عليه وتجيبه. توتنهام بيلعب بنفس القوة بتاعة الموسم اللي فات. بنتنكور بس اتصاب، وهو كان مدي بعد احسن من بيسوما في التشكيل الاساسي على مستوى صناعة نص الملعب، والفريق عمل فرص كتير جدا. سولانكي ضيع، انما اداؤه كان حلو وتمركزه هايل، هيسجل في الماتشات الجاية. دي اهم الدروس اللي اتعلمناها من 10 ماتشات اللي اتلعبوا. اتفرجت عليهم وبتفرج على 10 ماتشات بقالي اكتر من 10 سنين كل اسبوع. جبت 69 نقطة. انا ما بدأتش بصلاح عندي في التشكيل، انما عملت بالانس وانا سعيد بفريقي جدا، لان البالانس اللي انا عامله حقق لي ان 8 لعيبة من 11 لعيبة الاساسيين عملوا نقط وجابوا ريتيرنز في الماتشات بتاعتهم. رايا اللي خد بونص على 3 صدات بتاعته و8 نقط مع الكلين شيت. جفارديول 7، مونوز 4، عمل اسيست ولعيب خطير هو ميتشل، بيتواجدوا في اماكن هجوميه كتير جدا. الفريق بيلعب بخطه 3-4-3. وقلت ان مونوز لعب كورنرين وايزي ما لعبش ولا كورنر. مونوز لعب برجليه اليمين كورنرين من ناحيه الشمال برضو. بس يعني هي غريبه، ايزي بيلعب كورنرات طبعا، ما اعرفش ليه الماتش ده ايه اللي حصل بالظبط. يعني خلينا نشوف، هتوضح اكتر في الماتشات الجايه. الكسندر ارنولد 8 نقط، ساكا 12 نقطة، وايزي نقطتين، ودييجو جوتا 8 نقط. برضو ضيع كورة براسه كان عاملها له الكسندر ارنولد حلوة جدا، كانت تديني كمان من 8 ل10 نقط زيادة. انما فاين برضو ميرفي للأسف خرج بدري في الدقيقة 30 لان شير اتطرد في كورة ساذجة جدا، والفريق بقى ناقص 1. فالمدرب طلع ميرفي ونزل المدافع اللي لسه مشتريينه كيلي. وبعد كده هالاند 7 نقط، وإيزاك 10 نقط، عمل اسيست احسن من ما فيش. فريقه كان في وضع صعب ومطرود منه 1. عندهم الفرصة في الماتشات الجاية احسن يسجلوا اهداف، والفريق برضو اداؤه قوي. على فكرة على نيوكاسل، جوردون برضو فورمته هايلة، بدأ الموسم على طول بالتوب فورم. اتخرج بدري بس علشان لسه ما وصلش لأحسن حالة بدنية، ما داش بري سيزون من اوله بسبب اليورو، انما برضو في الفورم وهايل جدا. ومونيز قلت سدد تسديدتين، منهم واحدة كده حاول يعملها دبل كيك، انما التسديدتين ما وصلوش للجون، المدافعين عملوا له بلوكات. كان تقيل قوي مانشستر يونايتد عليهم، وفولهام هيبقى احسن الماتشات الجايه، فريق منظم وقوي. الدكه ما حدش لعب غير جونسون، لعب وخد دخل فيها هدفين فاتخصمت له النقطه. روجرز لعب 90 دقيقه وخد نقطتين. ده كان ملخص اللي حصل الاسبوع ده، الدروس اللي اتعلمناها من الاي تيست، يعني وجهة نظري الشخصية من خلال فرجتي على 10 ماتشات، ودي نقط فريقي. واستنوني في الفيديو الجاي قبل الديدلاين علشان نشوف الفريق بتاع الاسبوع التاني. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة على يوتيوب وعلى